بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين تالتة شمال في كل مكان، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تصريح أحمد حسام ميدو. هنشوف تصريح أحمد حسام ميدو ونرجع نرد عليه. ده برسمجي مدمن مخدرات وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع ده صايع. طلعوا بره 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 ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. أحمد حسام ميدو كان في برنامج على قناة سعودية، برنامج سعودي، وطلع وقال بالنص إن أي فريق بيقابل الأهلي لازم اللعيبة بتاعته تتصاب، ونهائي 2020 في 3 اتصابوا من الزمالك، وإن هم لازما يحصنوا نفسهم بالقرآن. جامايكا ده عندك يا ميدو بقى أسلوب حياة، أو مش عندك أنت لوحدك، عند كل الزملكاوية، واللي أنت بتعمله ده كله عشان خاطر تمسك منصب مع رئيس النادي اللي هيجي جديد. بس ده كله بلح، ده كله أونطة، لأن أنت أساسا إنسان بتاع سيجارة. أنت واحد بتاع سيجارة، والله أنت واحد حشاش، فبالتالي لازم أن تقول أي كلام في أي كلام. وبس أحب أفكرك إن ساعة ماتش النهائي أو يوم ماتش النهائي ال3 إصابات اللي أنت بتتكلم عليهم، ليه ما ذكرتش إن الأهلي كان متصاب عنده في نفس اليوم وفي نفس المباراة أليو ديانج، اللي هو أصلا القيمة الفنية بتاعته والقيمة التسويقية بتاعته والقيمة والحالة البدنية اللي هو فيها والحالة الفنية اللي هو فيها بنص لاعبي الزمالك. أليو ديانج كان في الوقت ده بنص لاعبي وما زال لحد النهارده بنص لاعبي الزمالك. اعرف انت بتقول ايه، مش تبقى ضارب لك سيجارتين وطالع عمال تهرتل اي كلام ما انتش عارف انت بتقول ايه، وبتصريحاتك وده كلامك. هنشوف دلوقتي الاعلامي دباس الدوسري وهو بيرد على ميدو، اعلامي سعودي بيرد على ميدو. قبل ما نجيب بس الاعلامي السعودي وهو بيرد على ميدو، انا احب اوضح بس الميدو. انت يا ميدو لما كنت بتدرب نادي في السعودية عشان انت شتمت مشجع على السوشيال ميديا، طردوك طردة الكلاب، رموك رمية الكلاب، وده مش جديد عليك انك ترجع تبوس الايادي، ده مش جديد عليك ولا جديد على اي زملكاوي ان انت ترجع تبوس ايديهم وتعيش زي الكلب عشان خاطر الجنيه. كلكم كده بتوع السبوبة بتوع الجنيه، عشان يبقى واحد مصري انطرد قبل كده واتهان عشان خاطر شتم واحد مواطن سعودي على السوشيال ميديا واترمى رمية الكلاب بره وترجع لهم تاني. انما ان انت تطلع على قناة زي دي وتغلط في اكبر نادي في قارة افريقيا، عمك وتاج راسك النادي الاهلي، ويسيبوك. طب اتكلم كده على اي فريق عندهم في السعودية، بلاش تتكلم كده، اتكلم بس على بص، قول فريق بس الاتحاد جدة السعودي ده فريق اي كلام، وشوف ايه اللي هيحصل لك. المرة دي مش هيطردوك، ده المرة دي هيعبوك في شوال وهيرموك. والله انت اساسا عندهم دمية بيرقصوها زي ما هم عايزين بالجنيه، انت اساسا بتشتغل بالجنيه، انت دلوقتي بقيت تبع المرتزقة بتوع الفلوس. نشوف الاعلامي السعودي المحترم اللي رد على ميدو قال ايه. هل ما يقول ميدو تحليل فني؟ لا طبعا والله، ولا تحليل فني ولا حتى
ينفع يشتغل في قناه طبخ اساسا. والله ما ينفع يشتغل في قناه طبخ. ميدو ده ما ينفعش يقف في مطبخ يطلع مع الشيف شربيني كده. لا 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 ما ينفعش. يعني ايه اللي يلعب قدام الاهلي المصري يتصاب لاعبته؟ هل يصدر هذا الكلام من رياضي مصري؟ مين قال لك ان ده رياضي مصري؟ مين قال لك دون يا عم دوسري ان ده رياضي مصري؟ الراجل دون هجيب لك انا التقال بتاعته قدام عشان كنت تعرف ان كان ده رياضي مصري ولا ده ايه. ده مش رياضي مصري. اللي قال لك ان ده رياضي مصري ضحك عليك. ده مصر متبريه منه. هل يصدر هذا الكلام من رياضي مصري في حق النادي الاكثر تشريفا للكره المصريه؟ ايوه قول له. ده غصب عنك يا ميدو، غصب عنك مش برضاك. ده النادي الاكثر تشريفا للكره المصريه، شئت ام ابيت. هو اكبر منك 100 مره واكبر من ناديك 100 مره. هل يريد ميدو اقناعنا بان الزمالك يمكن يقارن بزعيم الانديه الافريقيه الاهلي؟ سمعت؟ ده راجل اعلامي محترم سعودي. انت عايز تقارن نادي بنادي القرن؟ انت ايه؟ انت مجنون؟ ده انت بتحلم. وابقى اتغطى كويس وانت نايم يا ميدو، بلاش كده. الله وكيل. انتوا خلاص، احنا ما عدناش قادرين من كتر الضحك اللي بنضحكوا عليكم. ما عدناش قادرين خلاص. احنا روحنا هتطلع من كتر الضحك. شوف بقى الراجل المحترم ده رد عليك قال لك ايه؟ عيب يا هجاص، عيب يا هجاص الناس تضحك عليك. لا مش تقلق يا عم دوسري، كده كده احنا بنضحك عليه من غير ما يتكلم اساسا. هو شكله اضحوكه بالنسبه لنا يعني، هو والزملكاويه. نشوف صحيفه زي صن البريطانيه قالت ايه على احمد حسام ميدو اللي مفكر نفسه احترف بره. هو احترف وفعلا هو احترف، بس دي كانت للذكرى او للتاريخ. اسوأ احتراف في تاريخ الكرة المصرية لأسوأ لاعب في تاريخ الكرة المصرية. قالت صحيفة زي صن الإنجليزية أن أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك المعتزل يبقى ضمن قائمة أسوأ الصفقات. أسوأ الصفقات. أنت مركز في الكلام ده ولا إيه؟ ولا أنت عامل فيها من بنها؟ ولا أنت شغال كرباج ورا يا اسطى؟ ضمن قائمة أسوأ الصفقات التي تم إبرامها على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. أسوأ الصفقات على مدار التاريخ. يعني من الآخر الناس دي بالبلدي كده بيقول لك بسم الله ما شاء الله عليك يا ميدو، مفيش أوسخ من كده. أوسخ صفقة حصلت في الدوري الإنجليزي. نشوف بقى تاريخ ميدو الحافل، الراجل اللي بيتكلم بالقرآن، اللي بيقول للاتحاد حصنوا نفسكم بالقرآن. بالله عليكم بعد الصورة اللي هتشوفوها دي، ده منظر واحد يتكلم عن القرآن؟ انت مين انت عشان تتكلم عن القرآن يا بتاع جامايكا؟ نشوف الصورة ونرجع لبعض تاني. يا دكتور شوف لي تصريفة، ابوس ايدك اكتب له روشتة. انا جوايا حته نضيفه خدها ارميها في اي حته. نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكيت. دي جي محدش نفع نفس الدكان. مساء الفل يا عرب، مساء الفل يا ميدو. اميدو قال التاريخ الحافل، تاريخ الحافل بتاع احمد حسام ميدو. بص يا ميدو، انت خساره يتقال عليك كابتن بصراحه، والله خساره يتقال عليك كابتن. انت من الاخر شويه الهجايس اللي انت بتعملهم دول وشويه الاونطه اللي انت بتعملهم دول ملهمش عندنا غير حاجة واحدة بس، وهي دي.
تسلخات النفوس ملهاش مرهم. اما بخصوص بقى ان الاهلي واي فريق بيلعبه لازم يتصاب ومش لازم يتصاب، اللعيبه بتاعته تتصاب والكلام ده كله، يعني ان الاهلي بتاع اعمال. لا نشوف تصريحك بقى وانت بتقول لحازم امام على الزمالك ان هو اللي بيعمل اعمال مش الاهلي. هنشوف ونرجع مع بعض تاني. في الوقت المناسب هطلع اتكلم وهقول كل حاجه بتحصل جوه نادي الزمالك. لكن انا بوجه رساله لمرتضى منصور بقول له ان انت محدش علمك ان انت تحترم الناس، وانا هعلمك ازاي تحترم الناس. حازم موجود قدامك، يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم. مرتضى منصور قال لنا ما تلعبوش ماسم مرسي لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش كهربا لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش دويدار لانه معمول له عمل وسحر. وعايز اقول لك معلومه ثانيه سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. واحمد وامير مرتضى انا مش هتكلم عليهم دلوقتي، هتكلم عليهم في الوقت المناسب. وبقسم بالله تاني وحازم امام قدامك يعلم هذا الكلام، ان كان في شيخ متواجد بيتحكم في كل الامور ومين يلعب ومين ما يلعبش. السنه اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراه لنادي الزمالك، وكان بيتقاضى الاجر لنادي الزمالك. ده بالنسبه لمرتضى منصور. بعد ما شفنا وسمعنا ميدو فندي وهو بيقول ان الزمالك كان بيعمل اعمال وجايب معاه شيخ وبيديله 7000 جنيه في الماتش. 7000 في الماتش يا ميزو. رابطة جماهير نادي بيراميدز، رابطة جماهير ايه؟ هو ليه جماهير؟ سوف يتم تجميع مشجعين لنادي بيراميدز موسم 2024. اللي حابب ينضم لينا يجب ان يكون متوفر معاه الفان اي دي، وسيب الباقي علينا من المواصلات لتذاكر، كل ده مجانا على حساب النادي. اللي حابب ينضم ومعاه فان اي دي او هيعمله يبلغنا باسمه وصورة بطاقته. يلا بيراميدزاوية بلاش كسل، نثبت جميع عندنا جمهور مدرج محتاجك. يعني حتى اللي كاتب الكومنت من رابطة الأندية ما هوش عارف يكتب. يعني ايه يلا بيراميدزاوية؟ طب قول يلا يا بيراميدزاوية بلاش كسل. نثبت مش جميع بقى، نثبت للجميع ان عندنا جمهور. انما ما شاء الله عليك بارع في اللغة العربية. طب وانت نسيت سندوتشات الفينو دي هتبقى على حسابنا ولا على حسابك؟ ما احنا عايزين نفهم السندوتشات دي هتبقى على حساب بيراميدز ولا على حسابنا احنا؟ طب في مثلا راتب شهري، يعني في مثلا اخر الشهر هتدينا 4 جنيه وازازه البيره وناخد معانا مطوه عشان اللي يقول لك قعدنا نغزه، ولا نعمل ايه؟ ريبونا امام عاشور زي ريبونا السوليه. الريبونه دي بقى اللي حرقه ناس كتير قوي في الزمالك، قوي. نشوف مع بعض اول صورة. ريبونه من امام عاشور خلال مباراة الاهلي وسان جورج. شوفوا بقى المعلق محمد الريان. انتوا بقيتوا تعبدوه كمان، وكمان بقيتوا تقولوا له ريبونه. لا ما هو انت ان كنت انت في الكتابة ابيض فدي بتاعتك، انما في النطق كمان خلاص ميح. انت مش من هنا ولا انت في حد بيحكي لك على الكلام ولا ايه؟ ولا انت ايه ظروفك؟ دي اسمها ريبونه، مش استغفر الله العظيم يا رب ربنا. انت بتشجع كرة ازاي؟ انت بواب صحيح.
إمام عاشور لا زال لم يقدم مع الأهلي 10% مما قدمه مع الزمالك، ومع ذلك قيل فيه من الإعلام الرياضي 90% مما قيل عنه خلال 4 سنوات من الإبداع والبطولات وهو في الزمالك. عادي جدا. ده أحمد الطيب. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، اتقال فيه 90% مما قيل عنه خلال 4 سنوات من الإبداع. 90% بس، شوية والله. والله انه يتقال عليه 90% شويه، المفروض كان يتقال عليه 120% من اللي اتقال عليكم في 4 سنوات، لان انتوا الزمالك. انت ناسي ولا ايه؟ احنا الاهلي. ده الطبيعي. الطبيعي ان اي لاعب يخش بوابه الاهلي خلاص كده عدى الليفل، عدى الليفل الاخير، خلاص جاب ليفل الوحش. انت فاهم؟ ده بيلعب في الاهلي. فالطبيعي ان الجمهور والاعلام والوطن العربي كله يتكلم على امام عاشور ويتكلم على اي لاعب دخل الاهلي. انما انتوا ايه؟ يعني انا عايز افهم انتوا ايه؟ ويتكلم عنه هو عندكم بيعمل ايه؟ هيتكلم مثلا لو اتكلموا على امام عاشور، جمعنا الكلام اللي اتقال كله طول مده امام عاشور في الزمالك، لو جمعنا الكلام كله بتاع الاعلام واكتشفنا ان الاعلام كله على مدار ال4 سنين اللي امام قضاهم في الزمالك اتكلموا عنه ساعتين، عندنا احنا بقى امام عاشور لما يقعد ربع ساعه هيتكلموا عليه 4 اسابيع. يا راجل يا طيب، انت ما تعرفش الفرق بين الاهلي والزمالك خالص؟ حدش حكى لك؟ لا بامانه ما حدش حكى لك خالص. طب احكي لك انا بقى يا سيدي. النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي. النادي الاهلي هو ثاني اكثر نادي مشاركه في كاس العالم للانديه اللي انتوا عمركم ما رحتوها اساسا، والمره الوحيده اللي الزمالك راحها اتلغت. يعني هو في نحس اكتر من كده؟ هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته تفوق القيمه التسويقيه بتاعت الزمالك 10 اضعاف. 10 اضعاف القيمه التسويقيه بتاعت الزمالك. هو انتوا يا جماعه انتوا ايه؟ انتوا خلاص ما تفهموش كوره؟ بجد والله. ادامكم الله اضحوك لنا. والله العظيم احنا بص مش عارفين احنا من غيركم هنعمل ايه. وبصراحه انا مش عايز، اتمنى من جميع الاعلاميين الاهلاويه سواء على الفضائيات او على السوشيال ميديا يخفوا الضغط شويه على الزمالك يا جماعه. والله اخر ما يزهقوا هيسيبوا البلد وهيمشوا، مش هنلاقي حاجه تضحكنا. احمد الطيب بيقول لك 4 سنين من البطولات والانجازات. هو انت هتعمل لي فيها السادات؟ 4 سنين من البطولات والانجازات. ايه يا عم طيب؟ انت الوحيد اللي بسم الله ما شاء الله عمرك ما بتطلع تعلق على اي مباراة لمنتخب مصر او للاهلي غير لما نص اللعيبة بتقطمهم. ما شاء الله. ده ايه ده؟ ده انت عينك دي ما فيش بعد كده. والله ما في بعد كده. طب ما بعينك دي شويه كده، خش على الاقتصاد الدول اللي بره كده، اديهم نظره حلوه. هاتهم الارض، نزل اقتصادهم الارض. احمد غانم سلطان لاعب الزمالك الاسبق: كنا نتفق مع الفرق ان تقوم بتفويت الماتشات لنا لكي نفوز بالدوري، ولكن كنا نخسر في الاخر. اسمع يا ابو طيب. وعندما تركت الزمالك كانوا يطلبون مني ان اقوم بتفويت الماتشات لهم، لذلك اداره الزمالك رفضت تعييني وطلب مني ان اعمل في قناه الزمالك بشرط ان اهز راسي لكل قرارات مرتضى منصور. هز يا ابو طيب، هز 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 يا احمد يا طيب، هز هز يا راجل يا طيب. المختلط صورة لإمام عاشور النهاردة في الملعب وهو متضايق انه ساب الزمالك. عرفت يا امام ان الزمالك خيره عليك، خلاص الفرصة راحت ومش هترجع تاني للأسف. مهما تعمل خلاص باب الزمالك اتقفل للأبد، عشان تكون عبرة لأي حد يفكر يسيب الزمالك. الراجل اللي كتب البوست ده راجل لماح وراجل بيفهم. لا احنا محتاجين نضحك بقى. اضحكوا يا جماعة.
هو انتوا للدرجه دي مفيش حد عندكم خالص عاقل يعرف يتكلم صح ولا يعرف يتكلم في الكوره؟ واخيرا اللي خايف يروح، لان اللي جاي سواد، بامانه اللي جاي سواد. فاللي خايف من دلوقتي يروح. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا الرسميه التالتة شمال، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.